العيال طول النهار قاعدة على موبايلات، بتشاهد حياة الفنانين والممثلين والمليارديرات، وهو عايز يوصل. فأصبح عنده عجالة في كل شيء، هو مستعجل، عايز يوصل وخلاص. نعم، في وجع موجود حاليا دلوقتي، على الرغم ان احنا بنقول هو اللي احنا بنعمله ده تقليد اعمى، ولا ده دور التكنولوجيا والوضع اختلف. ولو انا اتكلمت وقلت اللي انت بتعمله حاليا دلوقتي ضد الاصول اللي احنا تربينا عليها، تقول لي بابا انت دقة قديمة. ازاي اقنع بقى بنتي او ابني اللي هو لسه صغير في مرحلة المراهقة؟ لا، انت ما ربيتوش على الاصول حضرتك. انا بقول لاي اب بيقول ابني بيعمل كذا، ابني بيقف قدامي ويرد عليا، بقول له يا سيدي الفاضل، انت ما ربيتش ابنك، لان ابنك هو حصيلتك في الاخر. صح. انت ما ربيتوش. انت لو ربيته هتبص تلاقي الولد عنده اساسا مرجعيته، من غير ما انت هتقول له، هو عارف حلاله من حرامه، فهيبدا لوحده على طول يستقيم. حتى لو في اعوجاج شويه كده هيرد على طول، هيستقيم، لان هو اتاسس صح. الاساس الاساس الاساس.